ناديليا لقت محفظة فيها مليون، لكن لمعة طمع ظهرت في عيون المدير فوراً. طلب من البنت تروح تشيل الأطباق، وفي نفس الوقت حط المحفظة بهدوء في جيبه. كل ده كان قدام عيون باقي الندل. وبعد شوية زبون بدأ يدور بقلق على محفظته اللي ضاعت. ليزا راحت مبسوطة للمدير عشان ترجعها، لكن المدير عمل نفسه ما يعرفش حاجة. ليزا افتكرت في الأول إنه بيهزر، لكن لما شافت تعبيره الجاد اتسمرت مكانها. الزبون رفض يسيب الموضوع وطلب محفظته ترجع له، لكن المدير كذب وقال يمكن زبون تاني هو اللي أخدها. ليزا البسيطة أصرت إنها هي اللي لقيتها، لكن المدير قلب الطاولة عليها وفضل يوبخها قدام الكل. كمان خلاها تطلع موبايلها وبدأ يستهزأ بيها ويقول إن شغالة بارت تايم زيها مستحيل تقدر تشتري موبايل كويس كده، وكأنه بيلمح إنه جايباه من فلوس مش بتاعتها. وفضلوا يتجادلوا رايح جاي لحد ما المدير ادعى إنه هيتصل بالشرطة. ليزا بسرعة كلمت زملائها في الشغل عشان يشهدوا معاها، لكن الاتنين كانوا متفقين من قبل وقالوا إنهم شافوا ليزا وهي بتحط موبايل المدير في غرفة تغيير الملابس. المدير ابتسم ابتسامة شماتة وبثقة طلب يفتش خزانتها. ما كانش قدامها غير إنها توافق، ولما بدأ يفتش فجأة ظهرت المحفظة المفقودة فعلا. ليزا مصدقتش. الزبون فتحها، لكن المفاجأة إن مفيش ولا سنت جواها. المدير وزميله تبادلوا ابتسامة باردة واتهموا ليزا إنها خدت الفلوس كلها. وفي الآخر المدير فعلا اتصل بالشرطة من غير ما يعرف إن الجزاء خلاص في الطريق. بعد شوية ليزا راحت للمدير وقالت إنها مش عايزة الشرطة تاخدها وإنها مستعدة تعوضه في السر. المدير قالها وإيه دخل ده بيكي؟ اتضح إن ليزا ناوية تبيع موبايلها وتدي الفلوس للمدير عشان تقفل الموضوع، لكن المدير طمع أكتر. مش بس أخد موبايلها، ده كمان حاجز مرتبها 4 شهور. طمعه كان بيزقه أكتر ناحية الهاوية. بعد كده المدير أخد الفلوس. زميله افتكر إنه هياخد نصيب، لكن المدير عامله كأنه هزار. فضل المدير يتفاخر وهو ماسك موبايل ليزا ويضحك عليه ويقول له إن فلوس بيع الموبايل هي اللي هتبقى نصيبه. الاتنين فضلوا يضحكوا ومبسوطين جدا، لكن لما وصلوا للوبي لقوا ضابط واقف مستني. افتكروا إن الضابط جاي يقبض على ليزا، لكن اللي اتاخدوا فعلا كانوا هما الاتنين.